وهذا من باب اختبار الشيخ لغيره للطلبة هذا كثير، والقليل هو اختبار الطلبة للشيخ، وهذا لا تؤمن عاقبته. ومن اقتحم هذه العقبة فلا يفجأه، فلا يتفاجأ، فلا يستغرب إذا قرعته قارعة أو سكته ساكة. من هذا ما يذكرون ما رواه الخطيب البغدادي أن عن أحمد بن منصور الرمادي قال: خرجت مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق خادما لهما. هذا أحمد بن منصور إنما خرج خادما ليحيى بن معين وأحمد بن حنبل. قال: فلما رجعنا من عند عبد الرزاق ودخلنا الكوفة، قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد أن أختبر أبا نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين هذا أحد الأئمة المعروفين المشهورين الثقات الحفاظ. يحيى بن معين قال لأحمد بن حنبل: أريد أن أختبر أبا نعيم. فقال له أحمد بن حنبل: لا تفعل، إن الرجل ثقة ثبت، لا يحتاج، هو عد القنطرة، لا يحتاج أن تختبره. فقال له يحيى بن معين: لا بد لي من اختباره. فذهبوا جميعا إلى دار أبي نعيم، دقوا بابه فخرج إليهم أبو نعيم. هذا قبل ذلك كان يحيى بن معين كتب 30 حديثا من أحاديث أبي نعيم هذا، لكن بعد كل 10 أحاديث كتب حديثا ليس من حديث أبي نعيم يدخله ولماذا؟ لأنه سيقرأ تلك الأحاديث على أبي نعيم، فإذا أقرها أبو نعيم معناه أنه ليس يحفظ أحاديثه، فظهر أنه سيء الحفظ. وإذا عرف أن تلك ليست من أحاديثه فهو جيد الحفظ. قال: فدقوا عليه الباب فخرج وجلس على دكان مرتفع أمام بيته، وأخذ بيد أحمد بن حنبل فأجلسه على يمينه في الدكة فوق الدكة، وأخذ بيد يحيى بن معين فأجلسه على يساره، وجلس أحمد بن منصور الرمادي أرضا أسفل الدكان. فأخرج يحيى بن معين الورقة وجعل يقرأ، فقرأ 10 الأحاديث الأولى وأبو نعيم ساكت. سكوته معناه يقر: نعم أنت حديث هذا. ثم قرأ الحديث الذي زاده، فقال له أبو نعيم: ليس هذا من حديثه، قال: ليس هذا من حديثي فاضرب عليه، فضرب عليه. ثم قرأ الأحاديث 10 التالية وأبو نعيم ساكت. فلما قرأ الحديث الثاني الذي أدخله قال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي، فاضرب عليه، فضرب عليه. ثم قرأ الأحاديث 10 الأخيرة وقرأ الحديث الثالث. فلما قرأه احمر وجه أبي نعيم، لأنه فهم أن هذا يدخل هذه الأحاديث يريد أن يمتحنه، وغضب واحمر وجهه ودارت عيناه في والتفت إلى يحيى بن معين وقال له: أما هذا، ويد أحمد بن حنبل في يد أبي نعيم، قال له: أما هذا فأورع من أن يفعل مثل هذا، وأما هذا فأقل من أن يفعل مثل هذا، وما أرى هذا إلا من فعلك أنت يا فاعل. وأخرج رجله ورفس يحيى بن معين رفسة أسقطته من فوق الدكان، ودخل غاضبا إلى بيته. فقال أحمد بن حنبل يحيى بن معين: ألم أمنعك من امتحان الرجل وأقول لك إنه ثبت؟ فقال يحيى بن معين: والله لرفسته هذه أحب إلي من سفرتي، لأني عرفت بذلك أنه ثقة ثبت. فإياكم أن تفعلوا.